يعني انا بحب كده، بحب الناس قوي وما بحبش حاجه وحشه تحصل لحد، وما بحبش الظلم يعني انا ظلمت كتير طبعا، بس انا ما بحبش الظلم يعني يعني فمش عارفه اقول لك ايه، انا بتبسط بجد، بتبسط لما الاقي ناس بجد كتير عليا. ربنا يعني زي ما بيقولوا ايه، انت بتقولي انت ظلمت كتير، ربنا بيردها لك. ربنا طبعا بصي يعني استعينوا بالصبر يعني طبعا يعني، فربنا بيعوضني بحاجات كتير يعني الحمد لله والشكر لله. الحمد لله طبعا، نعمه من عند ربنا، محبه الناس طبعا نعمه اكيد، ربنا يديمها يا رب يا رب يا رب. طبعا بما احنا يعني بما اننا اتكلمنا في المسلسلات، ايه اكتر مسلسل فعلا دينا دخلته وخايفه جدا؟ طبعا هتقولي لنا ليه وهتقولي لنا انت فين السينما. كمسلسل بتاع استاذ خالد صالح تاج السعاده. المسلسل ده بقى كان اول حاجه ليا ان انا هبتدي اعمل شر، لان انا على طول الوقت طالعه الحنونه الغلبانه اللي يعني مش امراه غلبانه قوي يعني. هو بينزل دلوقتي على الحقيقه بتفرج اقول مين الغلبانه دي؟ مين دي؟ ايوه اللي هو عايزه حد بقى اللي هو يقرص لها وشها ويانا فوقي شويه. فاول مره بقى ابتدي اعمل دور بقى الشر ده. وكنت في مسلسل مع استاذ خالد صالح، فكان عندي مشاهد معاه في اخر الحلقات، كنت مرعوبه من المشاهد دي جدا عشان استاذ خالد بقى نجم كبير ومحبوب، وانا بحبه بقى اتفرج عليه في السينما. بالنسبه لي هو نجم ان انا قاعده يعني بدفع تذكره، يعني مش قصدي يعني بقول لك اللي هو بنزل من بيتي عشان اتفرج بالظبط، فان انا بيني وبينه بقى فيس تو فيس عادي كده ومفيش اي حدود بينا، فكان الموضوع ده كان بالنسبه لي صعب شويه. وبعد كده بقى اكتشفت ان المخرجين اتبسطوا قوي من قصه الشر مني. أيوة يعني هي مدام شيرين عادل هي اللي قالت لي، انا قلت لها بس الدور ده بنت استغلاليه وفظيعه، فقالت لي انا عايزه الدور ده، انا عايزه واحده ملامحها فيها براءه شويه. كنت انا برضه ممثله طبعا ممثله، نفسي اوصل بقى زي ما بتتغدي. ايوه لا انا عايزه اقول لك انا بتفرج على الدور ده سوزي دي ويخرب بيت كده الجبروت ده. والمسلسل طبعا كمان بحبه قوي بتاع جمانة مراد اللي انا بحبها جدا برضو، شاهد اثبات. بدات بقى اعمل كشوه شر بقى، شاهد اثبات برضو كنت فظيعه، كنت يعني مصلحجيه، ما متجوزه البنت متجوزه عرفي. أيوة. مخطوبه لواحد ومتجوزه عليه واحد عرفي، فظيعه جبروت امراه فظيعه. بقول ايه ده يعني لو جبروت دودو. طب يعني نفسي ابقى جامده كده مره ولا ما فيش حاجه خالص. ما بتخافيش لما حد بيشوف الدور ده او الادوار الشريره دي يقول لك ايه ده انا يعني يحس من جواه على المستوى الشخصي يقول الله ده انا اتخدعت فيها، ده طلعت فعلا شرانيه؟ مش بتخافي ان الناس تاخد فكره ان انت فعلا شرانيه؟ حصلت في مسلسل اسلحه الدمار الشامل، كنت طالعه فيه مدمنه. ما شاء الله يا جماعه كنت طالعه فيه بقى مدمنه وبشم وحالتي فظيعه. والمسلسل ده بقى انا بحبه جدا، كان معايا مدام هلا صدقي وانجي شرف وسهام جلال وتوفيق عبد الحميد. الناس ما كانت بتشوفني في الشارع، مش دي المدمنه؟ والله العظيم ايوه مش هي دي. دي المدمنه دي متجوزه شكل في حد يبلغ عن المدمنه ظهر كده جايين دلوقتي. يلا في تليفون معانا. الو الو امنيه.